سي وحمان. تفضل. صحيح جاتي تدخل غياب قناه اولى تدخل الاستشاره نرى اتصال جميع الاخوان جميع القنوات جميع المنابر ولكن الاخوان ديال القناه الاولى باقي ما جاوش ما عرفتش علاش اذا فكرنا Je tiens à saisir l'occasion pour remercier Madame Anne Delannoy, spécialisée dans les relations presse et relations publiques, qui a bien voulu assister avec nous à cette conférence de presse. Avec grand plaisir. Nous souhaitons qu'elle va vulgariser ce carnaval, cette édition, Inch'Allah, en France, qu'elle soit la bienvenue. Merci beaucoup. Bravo. شكرا لوحمان على هذه الإضافة. إذا سمحتوا لي طبعا الحال الزملاء ديالي جاوبوا على مجموعة من الأسئلة. ربما بديت أسئلة ربما غنسبق بعض الأسئلة اللي يمكن تطرح لأن حتى في المدخل ديال هذا الفضاء طرحت علينا أسئلة ديال المستجدات ديال هذه الدورة هذه. مستجدات ما بقاتش فقط في الشكليات وما هي بشكليات في تشكيل هذه المديرية، والمديرية جديدة كما قال السي عبد الله براني بكامل الصراحة، لأن هذه المناسبة باش نقولوها مرة أخرى رسميا. المديرية لما لحقت على ركب لقات واحد الأرضية مفروشة هيئتها نفوذات، يعني مؤسسة مبادرات التنموية عفوا، هيئة واحد مجموعة فرص بمعية الجمعيات والأحياء. لا ينبغي أن اسمحوا لي تعاونوا، لا يمكن ماشي لا ينبغي، لا يمكن أن نتذكر في أي وقت من الأوقات لدور الجمعيات. أنا سميت بالبنية هما المشاتل اللي منها تجي ذاك الناشئة اللي غادي تعطي واحد الإشعاع دولي، لأننا نطمح ولسنا نبالغ وما تنحدوش. لما الزملاء ديالي تيهضروا على ريو دي جانيرو والمنسى ما كنهضر على الفيستيفال دو باهية في البرازيل، حنا احسن منهم عددا وتنظيما. عددا وتنظيما ما تنقولش الفيستيفال دو ريو عاوتاني حاجة أخرى، ولكن لا شيء يمنعنا اليوم بأن نكون متفائلين ونفكر في إعطاء صبغة دولية لهذا النشاط، ونحن بصدده عبر بوابتين. البوابة الأولى هي الشق الأكاديمي. ذكرت قبل قليل التخصص ديال الأستاذ الأنثروبولوجيا، وهي في خضم هذا المسألة ديال الكرنفال وأمثاله من أشكال التراث. وكاين كذلك سنستقدم إن شاء الله، بل نحن نستقدم متخصصة وسنة متخصصة من فرنسا، ماري باسكال من جامعة مارسيل، وعطاك الموافقة ديالو غتجي باش تغني باش تشاهد، ماشي فقط باش تنقل الأفكار وتنقل المشاهد، ولكن كذلك باش تدلي بالأفكار ديالها للإغناء، لأن التجربة الآخر تكون مفيدة. ودائما في السياق ديال الصبغة الدولية واخا هي محتشمة دابا، هناك حضور ديال السنغاليين. السنغاليين ما كانش لازم نمشيو نجيبوهم من دكار، حاضرين هنايا، منهم فنانون، منهم كذلك من هو مؤهل باش يقدم واحد العرض متميز في الكرنفال ديالنا ان شاء الله. علاوة على الكناريين ذكرتهم في البداية ربما، الكناريين اللي عندهم هذا نموذج يعني تظاهرات مماثلة جدا لهذه التظاهرات ديال الإمام بولماو، وهي متأصلة لديهم ان شاء الله. وعدنا انهم غادي يشاركوه في صدد الاجراءات الاداريه باش يكونوا معنا ان شاء الله يوم 11 اكتوبر المقبل. المنصات كذلك مساله خلاص. المنصات كان لو كنا نذكروا بالمنطقه ديال الانتقال كما جاء في بعض الاسئله او لا حتى التخمينات، كان يمكن تكون المنصات ديال يوم 12 في قال السي مراني يوم 12 غتكون منصه، كان ممكن تكون منصه واحده تكون ديال الانتقال، ولكن لا، انصافا كذلك قدر الامكان لكل الدواوير المشاركه والمدن والقرى والجماعات المضويه في عملت كانت بلول المكرر لمزيد من الايضاح تشير عين كانت بلول القليعه التونسيه ولا الدحوم على قدم المساواه. وبالتالي
ما كانش ممكن بطبيعة الحال نديروا بهذا العدد من المنصات، ولكن هناك 3 منصات رئيسية يوم 12 في كل من أيس بلول وتشيرا وإنترنت. من المستجدات كذلك وهي أساسية، وهذه اهتدى لها المكتب ديال المديرية وهي فكرة رائدة إن شاء الله. نتمنوا حتى غادي نتمنوا حتى في الدورات المقبلة إن شاء الله، كنا حنا وما كنا شيء، أن هناك تكريم فنان. ولن أفاجئكم إذا قلت لكم الفنان الذي وقع عليه الاختيار هو فنان تعرفونه جيدا، وهو السي محمد الحنفي. غادي تقولوا لي ما علاقة السي محمد الحنفي وهو كاتب كلمة الزر؟ ما علاقته بكرة، وما علاقته بالعرض، وما علاقته بالديفي؟ اكتشفنا في شخص السي محمد الحنفي واحد الوجه الآخر اللي هو ديال النحات، وبالتالي سيقوم بإعداد لوحة وهي لوحة الدورة، خليناها سرية يعني ربما ما يشوف واحد تذكرها إن شاء الله. هو الآن يشتغل على قدم وساق، وقد قطع في العمل ما لا يقل على 90% أعتقد 90% من العمل في وقت وجيز جدا. وإن شاء الله هذه من الوليدات لن تفوتني فرصة لأذكر، لأننا لن ننسى. ذكرت أنا ما غادي تساو القدماء والمؤسسين اللي كنا نشوفهم في الإسويات وهم الآن عمرهم 80 70 60 فأكثر سنة. من المفروض وإحنا قلنا في وقت ما أدركنا الوقت، تداركنا الوقت، ولكن من المفروض أن توجه لهم كمؤثرين الشباب ديالنا كذلك. وهذا السياق غادي نربط واحد الفكرة قالها واحد الزميل، المدارس. بل أقول أنا أكثر من ذلك، سأتحدث عن تراثنا المغربي بصفة عامة، وأقول ما موقع تراثنا في برامجنا التعليمية. نحن مطالبون بإدراج تراثنا في برامجنا التعليمية. لكم الكلمة إذا تفضلتم باش نأخذ مزيد من الأسئلة إذا تبين لكم.